معانا النهارده بابا غنوج، بس مش اي بابا غنوج. بابا غنوج بتاعنا النهارده معمول بالبتنجان المقلي من غير دخنه ولا ريحه في الشقه، ولا حد يقول لك انت بتحرقي ايه يا ماما. هنمسك بتنجانتنا وهنقشرها ونخرطها، بس قبل ما نعمل كل ده هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك. وشكرا جدا لكل اخواتي اللي اشتركوا معانا في القناه، وشكرا لكل اخواتنا اللي بيعملوا لنا لايك. اتمنى جميعا تعملوا لنا لايك وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. خرطنا البتنجان، قشرناه وخرطناه ورشينا عليه شويه ملح وهنغطيه بحته قماشه. وبعد كده هنجيب طماطميتين وفلفلايتين بارد وحراق. تحبي الحراق حطيه، ما تحبيش الحراق ما تحطهوش. طاسه كده فيها شويه زيت خفاف على النار، هننزل بالطماطم بتاعتنا وشويه الفلفل اللي احنا خرطناهم وفصين بالثوم كده. هنقليهم على الوشين يحمروا من ناحيه، نحطهم من الناحيه التانية. اهم حاجه تكون الطماطم حمراء وطريه معانا. خلصنا طماطمنا، جبنا بقى البتنجان شرب ميته خلاص، حته القماشه شربت الميه. هنعمله كده كفر بالدقيق بتاعنا. الدقيق بيخليه ما شاء الله اللهم بارك ما يشربش زيت نهائي. البتنجانيه تاكليها تحفه. هنقلي بقى البتنجان بتاعنا كله على ناحيتين كده ياخد لون حلو ذهبي. جاهز البوله بتاعتنا فيها الطماطم بالفلفل بالثوم، هننزل عليهم بالبتنجانات اللي احنا قليناهم، شويه توابل ملح فلفل كمون كزبره بابريكا. هننزل بقى بالهوم بتاعنا كده الجميل، او باي حاجه عندك شوكه اي حاجه، ودقدقي الحاجه بتاعتك كلها. الخليط بتاعنا هننزل بقى بليمونتين كده حلوين. الليمون تحفه، الخلطه دي لازم فيها ليمون. شويه طحينه حمرا كده جميله، طحينه عارفين الفول بطحينه وزيت حار، هي الطحينه دي بقى شويه طحينه حمرا كده حلوه هنحطهم وننزل بيهم كلهم في الطبق بتاعنا الجميل ونقدمه. كل دوت ما شاء الله اللهم بارك. الطبق مليان على اخره، اتعمل من بتنجانيه واحده بس، زودنا الكميه بالطماطم والحاجه. طعمه ما شاء الله اللهم بارك، مش عايزه اقول احلى من بابا غنوج العادي، بس انت جربيه وهتحكمي عليه بنفسك وهتصدقيني. لو عندك بتنجانيه قومي جربي الوصفه دي، ما تاخدش منك وقت نهائي، وهتلاقيها ما شاء الله تحفه وجميله جدا. لو لسه بتتفرجوا علينا ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتشتركوا في القناه وتشوفوا كل فيديوهاتكم ان شاء الله، ولايكات وكومنتات حلوه زيكم كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.